والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليكم. وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله والشكر لله أولا وآخرا لله عز وجل. بفضل الله عز وجل نحن هنا، وبفضل فريقي المتميز. تحية لهم جميعا، تحية لهم جميعا. بعد الله عز وجل أنا هنا. الشكر لكل من كبر تعب السفر وحضر إلى هذا الحفل. اليوم يومكم والنهار نهاركم والتتويجات تتويجاتكم على العمل اللي عملتوه خلال عام كامل، فتبارك الله عليكم جميعا. نحيي أهل الطنجة، تبارك الله عليكم جميعا. أهل تطوان، كل الناس الجوانب من النواحي، تبارك الله عليكم ما شاء الله. فنقول لكم دائما أنتم في المسار الصحيح، وكملوا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوفوكم سفراء ملكيين جميعا بإذن الله تعالى. لا مستحيل. أؤمن بمشروعك وأمشي. نعم، ستزرف الدموع، ستقابلك العقبات، ستواجهك الصعوبات، لكن سير وكمل للأمام، حتوصل بإذن الله تعالى. الناس جونا من بعيد، وطبعا كان أرجع وأكرر قيادات الجونة القائدة حسنى الياسمين وزوجها، والقائد رشيد العلوي، والقائدة نادية كمناني، والقائد عبيد بعيون، وكلهم قيادات الجاب من أكادير والجاب من مراكش والجاب من الدار البيضاء، وكل فرقهم. نشكر كل القيادات الموجودة، قائد يحيى وكل القيادات الموجودة. نشكر أيضا القائد هشام الفتنان وفريقه المتميز، قائدة خديجة، قائدة حليمة، قائدة سميرة، قائدة كوثر، كلهم تبارك الله عليهم جميعا. نشكر فريق عشاق الحرية، القائد ياسين، كل القيادات الموجودة معاهم. نشكر القائدة زهور الرشود، القائدة حسنية الحجرة، القائدة فاتحة العلوي، بيهم أنا في هذه المنصة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بدينا البدايات في الأول، ونعم بكل فخر ونفتخر بها. الحمد لله والشكر لله. كان افتتاح المغرب على يدنا. نعم، كانت موجودة DXN من العام 2000 في المغرب، لكن الحمد لله والشكر لله ما شهدت DXN ازدهارا إلا بعد تواجدنا في المغرب. لله والشكر لله، وهذا شرف لنا. أيضا نشكر جميع القيادات المتواجدة في مدينة طنجة وتطوان وكل النواحي، ابتداء من القائدة ظريفة العافية، القائدة مريم الأغميش، وكل فرقهم المتميزة، تبارك الله عليهم جميعا. كل القيادات كل واحد في اسمه. أيضا ما ننسى نشكر خلف الكواليس والقيادة المحنكة بقيادة الأستاذ عز
الدين جزاهم الله خيرا على ما يقوم به من مجهودات وعمل جبار وعمل كبير جدا. نشكر دولة المغرب، هذا البلد الحبيب، هذا البلد الذي أعطينا كل الاحترام كل التقدير، هذا البلد الذي أنا أحبه من قلبي، لأنه صراحة اللي أنا وجدته في المغرب ما وجدته حتى في بلد السودان. فكان نعتبر السودان أمي والمغرب أبي. وتحية لكم، وكان نشكر أيضا جلالة الملك محمد السادس. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة ودوام العافية وهذه الإدارة المحنكة. وصراحة أنتم كمغاربة كلكم محظوظين بهذه الإدارة المحنكة، فتبارك الله عليكم جميعا، وتبارك الله عليك أهل طنجة وأهل الشمال. مرة ثانية والثالثة والرابعة والخامسة نوقف على هذه المنصة، وكل مرة أحسن من الثانية ما شاء الله. تصفيقة كبيرة عليكم. مرحبا بكم اليوم كاملين، كل واحدة بالسمية ديالها، كل واحد بالسمية ديالو، من جميع المدن المغرب ديال المغرب، الشمال النواحي ديالها وخارج الشمال. حنا اليوم صدقوا منا إدارة ديكسي المغرب، الحمد لله طنجة هي الأولى. جاو عندنا ضيوف من أنحاء المغرب، تبارك الله عليهم. مرحبا بهم على الناس ديال كازا، الناس ديال كادير، والمغرب كامل اللي فيه. أستاذ رشيد، أستاذة نادية الحناني، حسنى الزوج ديالها، الزوج نادية، هشام الفتنان، من نسيت التسمية ديالو، يسمح لي. مرحبا بكم معنا في طنجة، متظاهرين الفوق كيهضروا كيقولوا ما شاء الله على الشمال، ما شاء الله على الشمال. تبارك الله عليكم يا شباب. كالعادة اليوم ما عندناش محاضرة، اليوم احنا ضيوف معكم، نتوما ضيوف معنا. اليوم فقط دردشة. تبارك الله كالعادة بحال نقولوا 95% نساء والبقية رجال. ما شاء الله ما شاء الله. المهم الحمد لله كاينين الجهة هذه فيها رجال، تفيقات على الرجال. إخواني النساء تبارك الله عليكم، وماشي مشكل. المهم الحمد لله هذا خير في بلادنا، خير كبير. اليوم فرحنا بوكلاء النجوم، توجوا ما شاء الله عليهم، فرحنا لهم كاملين. مرنا من هذه المراحل هذه، فرحنا معهم، بكينا معهم صراحة. كاينين هما اللي كيتسناو حنا نتوجوا، ولكن حنا كنتسناو هما يتوجوا. هذا هو الجميل في شركة ديكسي، حب الخير للغير. بقى النوبة ديالكم نتوما ان شاء الله الياقوتيين والمسيين وما فوق ان شاء الله يا ربي. اليوم ما كاينش فقط الاحتفال يعني بالتتويج ديالنا، حنا كل سنة كنحتفلوا بالتتويج ديالنا، كل سنة كنفرحوا بالروسة ديالنا، كل شهر كل اسبوع حنا دايما فرحانين. والبارح كلشي كان فرحان، كاينه ولا ما كايناش؟ البارحة 7 في شهر 12 يوم عيد للتكسينيين، نزلت البونيس في العالم ونزلت كذلك في المغرب، وما شاء الله تبارك الرحمن. من نهضروا على البونيس، الناس اللي معنا كاينين ما كيعرفوش شنو هي البونيس، هي العمولات. وشنو هي العمولات؟ هما الفلوس، درهم ماني المغربي. شفنا مبالغ ما شاء الله تبارك الرحمن عند نساء مكافحات مقاتلات، ومنهم واحدة أنا وأفتخر ما شاء الله. عمولات كيعجز عنا اللسان. نبداو أقوى عمولات اللي شفنا البارح 12 مليون ونص ما شاء الله تبارك الرحمن. كاينة 9 مليون ونص ما شاء الله تبارك الرحمن. كاينة 7 مليون ونص تبارك الرحمن ما شاء الله. أنا ما بغيتش نعطيكم الأرقام صغيرة أخرى، باسكو
ما شاء الله. كما بدات شركه والحمد لله تعرفت عليها في 2020 الان 2024 يعني نوقعوها غتدخل سنه 2025. شكون اللي غير؟ شكون اللي باغي يغير؟ شكون باغي يشد هاد الارقام؟ ما تسمعوش 12 مليون اول مره جاتو 12 مليون، اول مره كتجي 25 درهم 30 درهم 100 درهم شيك على بياض كتب فيه ما بغيتي انت. مولود جديد شرفنا المغرب فرحنا به، فرحوا الناس اللي قبل منا حنا ما كناش كنعرفوا هذا المولود. كذلك جا معاه مولود جديد سوق المغرب وهو استاذ عز الدين العيزي. بغيت واحد التحيه قويه وكبيره كبيره كبيره له. لذلك هذه المبالغ اللي كاينه حاليا عند النساء في المغرب فضل الله وفضل المجهودات ديالو هو كيف مسيطر على سوق المغرب، كيفاش كيخدم سوق المغرب والاداره المحترمه كنوضع كم تقني كامل اللي غنعرفوه اللي ما كنعرفوه جهود الخفاء. كما كان كيكبر مشروع ديال ديكسين في المغرب كيكبر هو استاذ عز الدين بدا بدايات صغيره دراسات قليله يعني معارف باش تكون مشروع في دوله راه هذا مسؤوليه كبيره، ولكن كنقداو بجد ما شاء الله. دخل الحمد لله لنا سوق المغرب درجه بدرجه درجه كبرنا حنا معاه كيحسبنا بحال الاخوان ديالو ولا الاخوات ديالو ماشي مدير تحت شركه وكيهلك على الاعضاء. حنا شركاء مع شركه، هذا هو الجميل، هذا هو اللي كيعجبني في شركه ديكسين باش عطيتها الوقت كامل عطيتو شركه ديكسين لان حنا ماشي عبيد عندها، حنا شركاء حقيقيين كنتخلصوا من العالم اللي كيقول لكم شركه ديكسين كتضحك عليكم كديكم فلوسكم كديكم الوقت. انا كنتخلص من بلجيكا، كنتخلص من اسبانيا، ايطاليا، من السعوديه، من العراق، من اليمن، من ماليزيا. واش انا فاتحه شي فرع تما؟ جاوبوني. وعندي عمولات القياده، عندي عمولات مشاركه الارباح الدوليه 2% مع شركه ديكسين ما شاء الله كتجيني فيها 3 مليون 4 مليون. شكون اللي عيطني هذا الخير هذا؟ شركه ديكسين اللي سهرت معاها الليالي، سمحت في شغلي في وقتي في مشروعي خدمت عليه 13 سنه باش نعطي الوقت لديكسين. انا كنجني الثمار، يلاه جيت مرحله دوليه ما شاء الله، مشيت 4 ايام في دبي 7 ايام في ماليزيا على حساب الشركه، ناكلوا ونشربوا ونكونوا في احسن فنادق، احسن سيارات واحسن طيارات كنركبوا فيهم بالمجان. سنه كامله حنا كنشكروا في البونيس. كاينه ولا ما كايناش؟ الحمد لله. اللي ما كان عنده والو الان كتمتلك سياره ديالها، كتمتلك بقعه ارض اللي دار كل واحد على حسب مجهوده وعلى الهمه ديالو والنشاط ديالو. هذا بفضل الله وفضل شركه ديكسين. انا مشيت ووقفت مع دكتور لين في دبي، كاينه ولا ما كاينه؟ شفتوا الفيديو؟ الحمد لله مغربيه وقفت امام دكتور لين اللي كنقول له كل الاحترام وكل التقدير، كنقول له جزاءك قصد في الجنه، جنه الفردوس الاعلى هو الجزاء ديالو، لان عطانا كل واحد فرصه بدون شهاده بدون راس المال، كبير صغير مريض معاق في كرسي، عندك الحق تكون عندك عضويه ديكسين وتبني فريق من العالم. وشفنا نماذج الحمد لله. وقفت وبلغت السلام للمغاربه كل وحده، ما هضرتش على فريقي فقط، المغاربه جنب ناس من بلجيكا من ايطاليا، كاين العرب كاين الاوروبيين، ناس بيلوط طياره، كاين تما بروفيسور كما شفتوا السيد بوزوغا اللي جا هنا الهندي، هذاك بروفيسور في الجامعه الهنديه. حنا وقف كنا جالسين صف واحد، لا فرق بين الابيض والاسود الا بالتقوى، العمل، اجتهاد، قاعده ظريفه بدون شهاده جالسه مع بروفيسور بحال كاين شي فرق، خدمه، العمل، اجتهاد، تطور. كاين شي نسمع لهذا ونسمع لهذا ونسمع لهذه النجاح. لان ينتظرنا في المغرب السفير، واش صعيب علينا حنايا؟ صعيب علينا 50 مليون؟ لا، المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس مغربيا. مادام حنا مغاربه وعندنا مدير مغربي ومنطقه الحجم رجعت ديال شركه ديكسين
أو بالهينة. كانت في عقبات وصعوبات وتحديات، ولكن الحمد لله والشكر لله تتشوفوا الآن بأعينكم تتويجات، تتشوفوا الآن كيفاش هاد الناس كاملهم يدوزوا هاد المسيرة ديال العمل والجد والاجتهاد والكد يحصدون النتائج اليوم هاد الناس كلهم عندهم بصمة، استطاعوا أنهم يغيروا، والهدف ديالنا هو التغيير في الحياة. في أي مجال كنت فيه يجب أن تكون لك بصمة وأن تكون عضوا فعالا في المجتمع، ويكون لك دورا كبيرا في التغيير. الحمد لله والشكر لله. ديك سؤال بفضل الله